سيدي بالحسن الشاذلي رجل عالم جليل، رجل عنده العلم الظاهر والباطن، ورجل فهمت ولا داره مفتوحه في آلاف السنين وهي محدودة، وكل نهار سبت هكايا تبارك الله الحزب مبارك هذا. واليوم عندكم يعني أنتم فرتونا اللي جيتوا في السبت الأولاني، الجمعة الأولانية في رجب، يعني السبت الأولاني تقرأ في حزب التوحيد، هو لا إله إلا الله، توحيد لله سبحانه وتعالى. وهو عمتكم البركة، وإن شاء الله نكونوا من أصحاب الدعوة المجابة إن شاء الله بإذن الله. دوري هنا أنا قايم بشؤون البيت، بالنظافة، بالصيانة، كل ما يخص الزاوية هذه، كل ما يخصها يعني الحاجات اللي يلزمها تتجدد أنا اللي واقف على الخدامة متاعها. أنا لسان الشيخ كي الحاجة اللي مش يبلغها للمريدين متاعه نبلغها له وانا على لسانه، هو يقول لي كذا وانا نمشي لهم مثلا. فما يعني ترتيب وفما يعني نظام فيها الزاويه. بوه من قبل وبوه جاء بعد ولد عمه، هما عائله مسترسله يعني، فهمت كيفاش؟ ديما يكون واحد من ذريه سيدي بالحسن. محبه الله سبحانه وتعالى، المحبه، لا اله الا الله محمد رسول الله، محبه الله. وعنده صفاء الروح والقلب، ويجي لهنا الانسان حتى اللي ما يرتاح نفسانيا. ونعرفوا نقرأوا القرآن البابا حتى في ديارنا وكذا وكذا، اما هنا نشوفوا عباد ونشوفوا كذا ونرتاحوا ونلقاو الحاجه اللي احنا حاجتنا بها. والله عندي سنين من اول جايه، جيت عام 1997 والحمد لله ان شاء الله مواظبين. انا نعمل هنا تو حاليا باش منشد، نعمل انشاد معناتها هذيك الوظيفه اللي نقوم بها. وقت تبارك الله عينتوا يظهر لي اليوم، شفتوا المشايخ، شفتوا سيدي شيخ المقام، وشفتوا شيخ الذكاره، وشفتوا شيخ الحزابه، وشفتوا باش محرك، يعني تبارك الله خذيتوا لمحه كحلوه. جيتوا في وقت باهي برشا، واليوم مناسبة عظيمة برشا. اليوم أول جمعة في رجب، هو حزب التوحيد تعمل الكل على لا إله إلا الله، وإحنا بيدنا نمشيو في المنهج هذاك. إحنا المنشدين نعملوا الإنشاد يطابق المناسبة اللي تصير كل أسبوع، فما مناسبة مع حاجة نكونوا في الموضوع. باش نرتاحوا نفسانيا ونذكروا اسم ربي توا كيما هكا، ونقراوا الحزب والادعيه، ونجيو نصليوا الصبح توا من صلاه الفجر. هما الناس ساعات تلقاهم كل نهار سبت، العام 12 شهر، كل نهار العام 12 شهر، من نهار الجمعه عند المغرب يبدا العمل القرآن الكريم، نصلي والمغرب ونقعد ونقرأ القرآن. هذاك بركة، اسمها بركة. والإكرامية هذيك إكرامية متاع الدار، إكرامية متاع الدار، ولا بد مش تاكل حاجة أنت حتى كي تمشي ضيف عند حاجة مش يعرض عليك بحاجة، يعني إكرامية حتى سمعت يقولون فاذكروا مما ذكر اسم الله عليه، حاجة قارين عليها كلام ربي. احنا خذيناها علاش هذيك ناكلوها بنية الشفاء، وإن شاء الله بنية القبول، وإن شاء الله والحمد لله رب العالمين. عندنا إنما الأعمال بالنيات، يعني الإنسان هي النية هي الكل ملول. وبعدين كان نبداو ندخلوا فما مريدين اللي العام 12 شهر كل نهار سبت هما هنا، وكل نهار جمعة، وفي الصيف كل نهار خميس، يعني ناس فهمتوا ولا لا متعلقين ياسر بالبقعة هذه وبهالمكان المبارك هذا تاع الناس متاع 50 سنة التالي و60 سنة. مشيو تبارك الله ما شاء الله عليهم، الناس كل قارية والناس كل واعية ويعرفوا كيفاش يدعيوا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو سيدي بالحسن في الأحزاب متاعه يعلمك، فهمت ولا لا، كيفاش تطلب ربي وكيفاش تعبد ربي وكيفاش
يسبغ لك في قلبك الهداية يعني. بعدين عنده في حزب التوسل بابك يقول اللهم انا نسألك بك اليك، اللهم انا نقسم بك عليك، اللهم كما كنت دليلنا عليك فكن شفيعنا اليك. يعني الراجل هذا الراجل الصالح عنده بلاغه في الاحزاب نتاعو في الادعيه اللي ما فماش يعني. الانسان قلت لك الاب الروحي نتاع الناس عندهم هكا محبه خالصه في سيد النبي، وهو من ال بيت رسول الله، هو من ذريه الحسن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذوما ناس هذوما نجهوا بهم الى الله سبحانه وتعالى، ربي قال عليهم مش احنا. لا ما شاء الله تبارك الله. والله اللي يجي فما حاجات لهنا راهو كي تجي لهنا راهو نورمالمون تحسهم معايا، وكي تسمع الاذكار وتسمع الواحد تا وحدك بشويه تقنع معناتها، خاطر معناتها فما امور روحانيات، امور معناتها نفسانيه هكا ترتاح وفهمتي يرتحوك ونحيوا لك الغمه وكل هم اللي في قلبك هكا وحدك تتغرم تولي تجي باش عباره دواء، عباره معناتها عباره دواء. هي كيما قلت لكم قبيليك، هي ريت الجامع اللي الفوقاني اللي صورتوه هو ديجا مبني على المغاره هذه، فهمت معناتها اللي بها الفائده هي الرمز الطريقه الشاذوليه هذه الكل هي المغاره. وهي المغاره شنو حكاية؟ هي كيما الرسول صلى الله عليه وسلم مشى لغار الحراء وتتعبد ربي الغادي ونزل عليه الوحي الغادي، فهمت؟ اللي في سيدي بالحسن جاي كان يجي معناتها الجبل هذايا للمغاره هذايا ويتعبد وحده لهنا، فهمت؟ وصارت له معناتها احداث كرامات صارت له لهنا، فهمت؟ لا ما نحبش ندخل في التفاصيل، خاطر معناتها اختلافات فقهيه كبيره، فهمت؟ وما نحبش توا مش بتاع دقيقتين هذايا واحد. اما انا نجم نقول لك اللي معناتها في الفكر نتاعنا معناتها الكرامات، نقولوا مش معجزات، كرامات راهو بالتقرب الى الله راهو تنجم يصيروا لك، حتى يصيروا لاي انسان ينجم، فهمت؟ كما صار لسيدي بالحسن هذاك هو معناتها. ولا الاختلاف زاد كبير في المفاهيم في الاسلام وفي البلاد. والله شوف سيدي بالحسن تاريخه كبير برشا، هو تاريخ كبير برشا سيدي بالحسن. باش نلخصك في كلمتين، هو مقام صالح، مقام انسان صالح، مقام معناها عبد فيه ربي بصدق، فهمت؟ معناها خلى المكان هذا للناس تجي معناها تذكر ربي وتصلي وتطلب ربي معناها وتروح على رواح. هم يعادوا بالسبت، فهمت؟ هم يعادوا الجمعة وبالسبت، وفي الجمعة معناها في الصيف 14 جمعة، الخميس والجمعة والسبت، فهمت؟ وأما نهار السبت لهنا معناها هذه بيت الحزب معناها للذكر، فهمت؟ والجمعة كنت تجي للصلاة، تجي تقرأ شوية قرآن، تجي تسبح، تعمل حاجات هكي من عند الله. هذه كرامات تجي، ثم حاجات أنا مقبل نتعبد، يعني عندي هذيك حاجات بيننا وبين ربي سبحانه وتعالى. من أولياء الله الصالحين، عنده كرامات ومدفون في مصر، هو تونسي وعنده كرامات برشا معناتها منذ الصغر. لا فما برشا أوراد يجتمعوا المريدين معناتها نهار السبت للأذكار والمدائح والأوراد، كيف ثم يوم الجمعة. ما عندكش فكرة وامور ساعه المصبحات اللي يجيو نعملوها. البارح ساعه انا ختمه عندنا مره في الشارع، انا ختمه تاع قران، وعندنا حزب الشفاء في نعملوا في رجب ولا في اخر ولا قبل رمضان بشويه، فهمتني؟ وعندنا المصبحات نعملوها كل نهار السبت نهار، وعندنا 14 جمعه نعملوها من 2 ماي حتى 2 سبتمبر، 29 ماي حتى 2 سبتمبر، في 14 جمعة هذيك نعملوا فيها العشية، نعملوا عيسوية ويعملوا عيسوية، نعملوا ختمة عيسوية بالشقاشق ولا البنادر والدنيا عيسوية، وثم ختمة وثم حزب الليل، فهمتني؟ يوفى بين ماضي ساعة ونص ما ساعتين هكاك حتى ما باش نقراو. علاش ربي بإذن الله حماية تونس ربي من هذا راهي نعملوا فيه راه لا مشعوذات، كله قرآن وكله دعاء. والله ما فيهوش تحذيرات، والله على بركة ربي، فهمت؟ سبحان الله. هو أني قلت لك إنسان يعني ولي صالح كبير برشا، فهمتني؟ وفي أسرار، في حاجات سرية، فهمت؟ في أسرار خفية من عند الله،
فهمت. والله هو راهو المسجد نتاعو هذايا كان هو وسيدي بوسعيد الباجي، وكان هو والسيدة المنوبية، وكان هو وسلطان المدينة، وكان هو وسيدي بوسعيد الباجي يقرب له برشا اللي يجيو للمسجد لهنا باش يصليو نهار السبت. لكن نهار السبت الصلاة نتاعهم الفجر، وهما يبداو بذكر الله. هذاك علاش نهار السبت هما نحن نجيو نزوروا، فهمت. قعدك المسجد هذاك الذكر نتاعو فيه الأحزاب، فيه حزب البحر، فيه حزب الأولياء الصالحين الكل يذكروا نهار السبت بإذن الله. سبحان الله الدعوة مستجابة فيك، يبدأ إنسان بنيته وكل شيء الدعوة مستجابة فيه سيدي بالحسن، فهمت. تدعي ربي سبحانه، هو الله قبل كل شيء، تدعي ربي سبحانه وكونك الإنسان هذاك صافي وحبه لله سبحانه، بإذن الله القادر المقتدر تتلبي له دعوة، وبالحاجة اللي يحبها هو هي تجيه. أنا قلت لك في أسرار من أسرار الله. سيدي بالحسن على بركة عظيمة. احنا رانا كيف نجيو سيدي بالحسن، ولا نمشيو معناها مقام سيدي محرز، ولا نمشيو مقام السيدة المنوبية، ولا نمشيو المقامات اللي شيرة غرض واحد باش تمشي انت المكان هذاك تتلم فيه الناس وتذكر فيه ربي سبحانه وتعالى، والناس باش تتعارف على بعضها، والناس باش يعرفوا حتى انسان. سيدي بالحسن جاب طريقة الذكر، وقعدك الذكر معناها واحد ورا واحد. احنا ترمذنا وهنا نجيو وهنا نأديو ونتبع. البحر معناها حزب كما نقولوا نحن، يعطي أذكار على البحر وما فيه وعلى، فهمتني. وحزب البر وما فيه اللي موجود في القرآن راهو موجود منه معناها في الأحزاب هذه، فهمتني. حزب النصر تلقى فيه النصر، حزب الفتح تلقى فيه إن فتحنا لك فتح مبين يغفر لك الله تقدم من ذنبك وما تأخر وإلى آخره. ما هو في القرآن بالضبط هذايا اللي هو موجود فيه. احنا نتبعوا الاشياء اللي هي موجوده في القران، هما ماخذينها من القران راه ومطبقينها معناها فيه. هما شيزو اضافه شنو اضافه اكل الافكار هذيك وكل مدح وكل. فيه ناس راي تقدموا بكل سلس، وفيه ناس تحب تركب عليه وتهول عليه اشياء اخرى. احنا نجيو باش نذكروا مدودينا، وفيه اسم العظيم الاعظم اللي هو الله 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 الله، وهو هو 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 هكا هو. فما ناس عندها 60 70 سنه هنا مواظبين معناتها، وبخلاف اكثر او الشباب ما شاء الله. علاش يجيو الناس تعجبهم سيدي بالحسن؟ لانه تعمل كيف نتصوركم انتم بيدكم راكم خاطر تسمع قرآن يتلى بصيغة كما يحبها ربي، لا عياط ولا زياد كما يقولوا، هدوء تام خشوع، والناس تعبت في ربي وكهو. المقام صحيح سيدي بالحسن شيء الله ولا إله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. يجيو يتعبدوا في ربي الناس، مش يعبدوا في الولي. راهو اللي يجيو هنا برشا ناس ماخذة فكرة غلطة. لا، الناس تجي خاطر المقام هذا هو يحلو فيه الذكر، وهو الحمد لله توا من سنين الله ما شاء الله تمشي ناس وتجي ناس. حزب البحر هو هذا ياخذها سيدي بالحسن، يقولوا الله اعلم. ديما نقولوا احنا الله اعلم، اما احنا عندنا اليقين اللي الكلام نتاعهم صحيح، خاطر نحن ناخذوا كان باللي نحسوه. بركة فيه الاسم الأعظم، وهو وقت اللي جاء سيدي يعني هو في السفينة والريح ما فماش. شو حكاية السفينة؟ السفينة في البحر، هو ماشي بلاد، فهمت ولا لا؟ ويسوق به كذا وكذا، يسوق به واحد نصراني، ووقفت كانوا بالشراعات قبل، وقفت ما فماش ريح باش يكملوا يوصلوا الطريق، وقفوا في وسط البحر. قعد يترقب الشيخ رضي الله عنه، فهمت ولا لا؟ حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولقنه بحزب البحر، قالوا يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم وأنت ربي حتى يوصل وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. وبعد كده يدخل كاف يا عين صاد في الاسم الأعظم، يا بركة الاسم الأعظم وبركة حزب البحر وما أدراك. فهو ورد بعد العصر عملوا الشيخ رضي الله عنه سيدي بالحسن، ورد يعني يعملوه في الأوراد الشاذلية، يعملوه وعند طلوع الشمس
يعني للمهابة ويعني للقبول وكذا وكذا ولاستجابة الدعاء. الناس تجي حتى في الهواء، في البرد، في السخانة. تعرف توا كل هذا العمل كل سبت، ومن بعد في الصيف عندنا جو آخر هو 14 أسبوع يبدأوا معناتها الصيف من كل خميس 14 أسبوع. اللهم حقق آمالنا ونجح أعمالنا وأعنا على ما أوليتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا واقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا ربي استجب منا الدعاء واسمع النداء ولا تخيب لنا الرجاء وعجل لنا الشفاء وعجل لنا الشفاء وعجل لنا الشفاء بحق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا باسطا اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير البرية وتقبل منا يا مولانا في هذه الصبحية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الطلعة البهية. يا الله يا الله يا الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثنا سريعا بعزة الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.